في عالم التصميم الحر، مفيش حد النهاردة مش سامع عن الذكاء الاصطناعي. أدوات بتصمم، بتلون، بتقترح أفكار، وبتنفذ في ثواني حاجات كانت بتاخد أيام. السؤال اللي شاغل كل مصمم فريلانسر، هل AI جاي ياخد مكاني؟ ولا هو فرصة جديدة لو عرفت استخدمه صح؟ في الفيديو ده هنتكلم بصراحة عن الصراع بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، وإزاي مصممي الفريلانس يقدروا يواكبوا المستقبل، يحافظوا على دخلهم ويزودوا قيمتهم في سوق بيتغير بسرعة رهيبة. الجزء الأول، التحول الحتمي في عالم التصميم الحر. الذكاء الاصطناعي مش ترند مؤقت، ده تحول جذري بيغير قواعد اللعبة. منصات زي ميد جيرني وأدوبي فايرفلاي وكانفا AI خلت العميل يشوف التصميم كحاجة سريعة ورخيصة، وده خلى كتير من الفريلانسرز يحسوا بالتهديد. لكن الحقيقة إن اللي بيتغير مش التصميم نفسه، اللي بيتغير هو طريقة الإنتاج. زمان كنت بتبيع وقتك، دلوقتي السوق بقى بيشتري القيمة. العميل بقى عايز نتيجة، فكرة وتأثير، مش مجرد شكل حلو. الذكاء الاصطناعي قدر يقلل الأعمال التكرارية، بس ما قدرش يلغي التفكير الاستراتيجي. هنا المصمم اللي فاهم السوق، البراند ونفسية الجمهور بيكسب. التحول ده بيفرض على الفريلانسر إنه يطور نفسه، يفهم أدوات AI ويحولها من منافس لزرار قوي يزود إنتاجيته ويخليه ينجز أكتر في وقت أقل. الجزء الثاني، إيه اللي لسه الإنسان متفوق فيه؟ رغم قوة الذكاء الاصطناعي، في مهارات إنسانية لسه مستحيل تتستبدل. الإبداع الحقيقي مش بس دمج ألوان أو أشكال، الإبداع هو فهم قصة العميل، ألمه وطموحه. الإنسان بيعرف يحس، يتعاطف، ويحول المشاعر دي لتصميم ليه روح. كمان التفكير النقدي واتخاذ القرار الاستراتيجي لسه بشري 100%. AI يقدر يقترح، لكن ما يعرفش يختار الصح في سياق معقد. مهارات التواصل مع العميل، إدارة التوقعات، وتقديم أفكار مقنعة، دي كلها عناصر بتصنع فرق كبير. المصمم اللي بيشتغل كمستشار مش كمنفذ عمره ما هيخرج من السوق، بالعكس قيمته بتعلى. وده سر البقاء في عصر الذكاء الاصطناعي. ركز على اللي يخليك إنسان مش ماكينة. الجزء الثالث، إزاي تستخدم AI كأداة مش كبديل. الطريقة الذكية إنك تخلي ال AI يشتغل عندك مش ضدك. استخدمه في توليد أفكار أولية، مود بوردز أو اقتراحات سريعة. ده بيوفر وقت ضخم تقدر تستثمره في تحسين الفكرة نفسها. كمان AI ممتاز في تسريع الشغل، تعديل الصور أو تجربة ستايلات مختلفة بسرعة. الفريلانسر الشاطر هو اللي يعرف يكتب برومبتس صح ويطلع أحسن نتيجة. هنا بقى AI مهارة إضافية تتحط في البروفايل بتاعك. لما تقول للعميل إنك بتستخدم أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي مع خبرتك الإبداعية، أنت كده بتبيع حل متكامل مش مجرد تصميم، وده بيخليك سابق خطوة دايماً. الجزء الرابع، نماذج دخل جديدة للمصممين. مع ال AI ظهرت فرص دخل ما كانتش موجودة قبل كده. تقدر تبيع خدمات أسرع وبأسعار مختلفة، تعمل باقات أو تقدم اشتراكات شهرية. كمان تقدر تدخل في مجالات جديدة زي تصميم البراند سيستمز، الUX استراتيجي، أو حتى تدريب العميل على استخدام أدوات التصميم. المصمم اللي بيعتمد على تصميم لوجو واحد وخلاص ده معرض للخطر، لكن اللي بيوسع خدماته ويفكر كرائد أعمال ده اللي هيكسب. الذكاء الاصطناعي بيساعدك تكبر شغلك من غير ما تزود ساعات العمل بنفس النسبة، وده معناه دخل أعلى واستقرار أكتر. الجزء الخامس، بناء علامة شخصية قوية في عصر AI. في سوق مليان أدوات ذكية، اللي بيميزك هو اسمك وقصتك. بناء بيرسونال براند بقى ضرورة مش رفاهية. شارك أفكارك، طريقتك في التفكير، وتجاربك مع ال AI. لما العميل يثق فيك مش هيقارن سعره بأداة AI، هيختارك أنت. استخدم السوشيال ميديا، يوتيوب ولينكد إن عشان تبين إنك فاهم المستقبل ومسيطر عليه. المصمم اللي صوته مسموع دايماً ليه مكان في السوق مهما التكنولوجيا اتطورت. الخاتمة، في النهاية الصراع بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري مش معركة خاسرة، ده سباق تطوير. AI مش جاي يلغي المصمم، لكنه جاي يفرز السوق. اللي هيطور نفسه، يفهم أدواته، ويركز على القيمة الإنسانية هيبقى أقوى من أي وقت فات. المستقبل مش للذكاء الاصطناعي لوحده ولا للإنسان لوحده، المستقبل للي يعرف يدمج الاتنين بذكاء.